تعالى بقى كده نخش في المحاضرة الرابعة اللي عندنا. هي عبارة عن تطبيق للجزء بتاع التيبلز اللي فات. تمام. فأنا دلوقتي مديك مثلا شكل اهوت. نجيب القلم. أنا دلوقتي مديك شكل. تمام. فأدي كده الفيرتكس تيبل بترسم في 1 في 2 في 3 في 4 في 5. تمام. يعني بتشوف عدد الفيرتكس اللي عندك وبترسم كده بناء على 1 2 3 4 5. تمام. وتيجي برضو في الايدج هترصها في الايدج تيبل، هترسهم برضو. انت عندك مثلا ادي 1 2 3 4 5 6 ايدج، هترسهم 1 2 3 4 5 6. تمام. البوليجون بقى يعني نسيبها دلوقتي، انا هاخد بس الفيرتكس. طب الفيرتكس دلوقتي انا ببص لها عن طريق مثلا في واحد، بشوف الاحداثيات بتاعتها اللي هي اكس واحد واي واحد زد واحد، بيجي رصصهم هنا كده. تمام. هتقوم نروح في مثال معانا في البورد دلوقتي الدكتور كان شرح الايدج بقى. اهم حاجه بقى في الايدج، تعالى كده مثلا انت بتلف عكس عقارب الساعه. تمام. يعني انا دلوقتي عشان اجيب الايدج بلف عكس عقارب الساعه. طب انا ببص للاول البوليجون اللي هو الاس واحد، يعني باخدهم برضو بالترتيب كده. هبص للبوليجون اس واحد. تمام. فاي واحد دلوقتي، بص احنا هنلف كده دلوقتي عكس عقارب الساعه. فاي واحد دلوقتي هتبقى عباره عن في واحد في اتنين. طيب اي اتنين دلوقتي هتبقى عباره عن ايه؟ في اتنين في تلاته. حاجه عند اي تلاته ديت. تمام. اي تلاته دي هي مشتركه ما بين اتنين بوليجون. اخد انهي؟ يعني انا دلوقتي لو بصيت لها من البوليجون الاولاني هقول هي عباره عن في تلاته في واحد. لو بصيت لها عن طريق البوليجون التاني دوت، بص كده هتلاقي هي عباره عن في واحد في تلاته. طيب انا هاخدها ايه؟ انا باخدها اعتمادا عن البوليجون اللي جت مع الاول. هي جت مع انهي بوليجون الاول اللي هو اس واحد. يبقى انا دلوقتي هاخد جت مع الاس واحد. تمام. فهتبقى مع اس واحد هتبقى اهي كده، هلف كده هتبقى في تلاته في واحد. تمام. ده كده بالنسبه لاي تلاته. اي اربعه، اي اربعه فين اهي؟ يبقى انا هلف كده دلوقتي. طب اي اربعه دلوقتي هتبقى في تلاته في اربعه. الاي خمسة هتبقى في اربعة في خمسة. تمام. اي ستة هتبقى في خمسة في واحد. ده كده بالنسبة للايدج تيبل بتاعنا. طب البوليجون بقى سيرفيس دلوقتي، يعني هو بوليجون تيبل على طول. تمام. فاس واحد دلوقتي هتبتدي بقى من الايدج اللي هو اقل رقم، يعني مثلا واحد ولا كان اتنين، فهتبتدي مثلا من اي واحد وتلف من عنده. فاي واحد اهو لف عكس عقرب الساعة هتبقى اي اتنين اي تلاتة. طب هنا كده دلوقتي عكس عقرب الساعة اقل ايدج فين؟ هيبقى ايدج رقم تلاتة. رقم تلاتة اهو. بعد كده بقى تلف عكس عقرب الساعة يبقى اي تلاتة اي اربعة اي خمسة اي ستة. تمام. دوت بالنسبة للسؤال. هنا بقول لك دلوقتي لو الفرونت فيس فانت بتلف عكس عقرب الساعة. لو في الظهر تمام هتلف مع عقرب الساعة. يعني الحتة دي ما شفنا لهاش أسئلة، بس هو كان قايلها معلومة. طب البوليجون عندك بقى، البوليجون بيبقى عبارة عن continuous piece with linear دلوقتي closed planar curve. تمام. أبسط بوليجون دوت بيبقى non self intersecting. تمام. يعني مفيش تقاطع ما بينه وما بين نفسه، بيبقى شكل عادي. تمام. مفيش تقاطعات. طب الريجولار بوليجون دلوقتي بيبقى سيمبل، يعني مفيش تقاطعات، بيبقى متساوي الأضلاع متساوي الزوايا. يعني البوليجون بيبقى متساوي الاضلاع متساوي الزوايا وبيبقى سيمبل. تمام. وقلنا سيمبل ان هو ما فيهوش تقاطعات ما بينه وما بين نفسه. الان جان دلوقتي بقى هو ايه؟ هو كل الخصائص اللي احنا قلناها فوق اللي هي ريجولار بوليجون دلوقتي. تمام. مع انسايدز. طيب هنستخدم الانسايدز دي برضو في المحاضره الجايه. البوليجون دلوقتي هو بيبقى عباره عن كونفكس. يعني احنا شرحنا كونفكس برضو ان هو ما فيش، يعني ما يبقاش عندك خط يمر بين اي نقطتين يقع داخل خارج الشكل. تمام. الشكل دوت برضه هنشوفه المحاضرة الجاية مع بعض. تعالى كده البورد بقى بتاعتنا هو مديك هنا مثال مثلا. فانا هنا كان قايل ثانية بالله، هنا كان قايل مثلا بقول لك يو اكس زد، يبقى البوينت بتاعتك على احداثيات اكس وزد، والبلان بتاعك هيبقى اكس زد. طب انا ذكرت لكش الواي، تبقى الواي بصفر. طب هنا كده مثلا قال لك يو اكس زد ات ديستانس 3. طيب يبقى البلان بتاعك اكس وزد، والواي بتاعتك هتبقى قيمتها بتلاتة. طب انا هنا زد وواي مثلا، يبقى انا ما ذكرتلكش الاكس. تمام. بس بقول لك ديستانس بسالب 2، يبقى الاكس بتاعتك بسالب 2 والاحداثيات بتاعتك هتبقى زد وواي. تمام. طب هنا مثلا زد وواي دي ايه؟ الزد وايه الواي؟ الزد دي اللي هتبقى مرسومه على الخط الافقي، الواي دي هتبقى مرسومه على الخط الراسي. يعني الرمز اللي هنا دوت كده هو الافقي، والرمز التاني مثلا هنا زد كده هيبقى هو ده الراسي. طب انا مثلا دلوقتي لو هطبق المثال بتاعي دلوقتي على اول حاله اللي هي اكس زد دي، البلان بتاعك هيبقى اكس زد. طيب واي بزيرو، اروح احط كل البوينت اللي عندي هرصها بقى. يعني هنا الاول بتجهز الفيرتكس تيبل اللي عندك بواحد باتنين بتلاتة باربعة بخمسة. انت عندك 5 نقط. تمام. هترسهم. طيب انا دلوقتي بص ملاحظ واي كلها بزيرو، بروح احط الواي كلها الاول بزيرو عشان بعد كده ما اتلخبطش انا وبرص الباقي. انت عندك هتبقى ده اكس ده زد. فمثلا دلوقتي في واحد عباره عن ايه؟ عباره عن سالب 4 وزيرو، فيبقى سالب 4 في الاكس زيرو في الزد. تمام. فبتخلص دماغك من الواي عشان ما تتلخبطش، وهتطلع بقى هكذا. يعني الدكتور كان قايل ان النقط هنا اقدرها بكده فبالمنظر ده. تمام. الايدج تيبل بقى، الايدج تيبل تعالى نشتغل دلوقتي. بترسم برضو اي واحد اي اتنين اي تلاتة اي اربعة اي خمسة اي ستة اي سبعة وهكذا. تمام. فاس واحد دلوقتي هتبقى تبص معاك كده وتلف عكس عقارب الساعة. فاي واحد دلوقتي هتبقى في اتنين في اربعة.
طيب ال اي اتنين، فين اي اتنين؟ اتنين فين اهي؟ اي اتنين هتبقى برضه عكس عقارب الساعة، هتبقى في تلاتة في خمسة. طب اي تلاتة، اي تلاتة اهوت بالمنظر دوت كده، دوت مشترك ما بين اتنين بوليجون، تمام. فبين اتنين بوليجون دلوقتي هيبقى عندك اس واحد واس تلاتة. طب انا هعتمد انهي؟ هعتمد الاس واحد، ليه؟ ان هو دوت البوليجون الاولاني، فلما تلف بعكس عقارب الساعة هيبقى في تلاتة في اتنين، تمام. الاي اربعة هتبقى في اربعة في تلاتة. ازاي؟ فين اي اربعة دلوقتي؟ هي أربعة اهي، تمام. دوت برضه مشترك ما بين البوليجون الأولاني وما بين البوليجون التاني. يبقى أنا هاخد أنهي بوليجون؟ هاخد البوليجون الأولاني، وما تمشي عكس عقرب الساعة هتبقى في أربعة في تلاتة، وتكمل بقى الفيرتكس بتاعتك بهذا الشكل. طيب البوليجون تيبل بقى، طيب دوت اس واحد اس اتنين اس تلاتة، تمام. امسك اس واحد، فين اس واحد اهو، تمام. ادي عندك اقل ايدج عنده اللي هو رقم واحد، فهتبقى من اي واحد وتلف عكس عقرب الساعة هتبقى اي واحد اي اربعة اي تلاتة. طيب اس اتنين اقل ايدج عنده اللي هو اي اربعة، هتلف من عنده هتبقى اي اربعة اي خمسة اي سبعة. طب اس تلاتة اقل ايدج عنده اللي هو اي تلاتة، قصدي اي اتنين، انا اسف. تبقى من اي اتنين وتلف عكس عقرب الساعة تبقى اي اتنين اي ستة اي تلاتة. بس كده يعني، دوت كده كانت المحاضرة اللي هي الرابعة اللي عندنا، يعني اتمنى اكون قدرت اوضحها بشكل كويس.